بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. آه، إزاي نعمل من أقل من ربع كيلو لحمة وأقل من لفة جلاش نعمل أحلى صينية جلاش باللحمة المفرومة. طريقة سهلة وسريعة وبسيطة. آه، شوية زيت في حلة على النار، ننزل ببصلتين كبار مبشورين. اللحمة المفرومة لما بتتعصج ببصل كتير بيبقى طعمها حلو وبيكتر كمان في الكمية، وعشان كمان الميزانية نبدأ نشوح في البصلتين. أكلة سريعة سهلة بسيطة لست البيت مثلا اللي بتشتغل. نبدأ نجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الجلاش، يعني حتى لو عندك جلاش متقطع عادي خالص بتتعمل بيه. اهو عندي جلاش اهو متقطع ومتفرفت لحتت صغننة، بنعمل بيه أحلى الصينية وبسيطة وسهلة. مش هتاخد وقت خالص مع ست البيت، علشان نسهل الأمور على بعض. صلوا على النبي واذكروا الله عشان البركة تحل في الأكل. بنفرد طبقة من الجلاش بعد ما دهنا الصينية بشوية زيت بساط. بعد ما فردنا الطبقة من الجلاش المتقطع ده هننزل عليه باللحمة المفرومة اللي احنا عصجناها. الجلاش اللي متقطع بيسهل علينا ان احنا ما نحطش بين طبقات الجلاش مادة دهنية كتير، فبيكون اخف وسهل كده وبسيط، ما بياخدش وقت خالص. بالمنظر ده احنا فردنا طبقة بسيطة من الجلاش المتقطع، واللحمة اتعصجت معانا حطيناها بالمنظر ده. بعد ما حطينا البصلة حطينا معاها اللحمة المفرومة وعصجناهم مع بعض بشوية بهارات وشوية طماطم مبشورة، عصجناهم مع بعض. طبعا كلنا عارفين بنعصج اللحمة ازاي. بعد ما حطينا اللحمة في النص نبدأ نحط طبقة فوق الوش من بقية الجلاش المتقطع عندنا. زي ما انتوا شايفين محطناش أي مادة دهنية، خفيفة جدا بسيطة وسهلة جدا، ممكن تتعمل في وقت قياسي جدا لست البيت مثلا اللي بتشتغل أو راجعة من الشغل أو وراها بيبي أو وراها مسؤوليات. بتنفع عشاء، تنفع غدا، تنفع في كل الأوقات. حاجة بسيطة وسهلة وخفيفة. معايا شوية شوربة، شوربة فراخ، وهحط عليهم بيضة واحدة بس. شوية شوربة، شوية لبن بساط هتتحط اهو، وبيضة. يبقى شوية شوربة صغيرين قدامنا وبيضة، وهنحط عليهم شوية لبن بساط جدا، وطبعا ملح وفلفل علشان زفارة البيض ما تبانش معانا خالص. وهنضربهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هنسقي بيهم الصينية. ولازم نتأكد ان هي اتشربت كلها من فوق ومن تحت، ونحرك الصينية كويس جدا عشان تشرب السائل ده، عشان السائل ده اللي هتخليها طرية، وكمان هيخليها تستوي كويس جدا من كل الجهات. وكمان السائل ده اللي هيحمر وش الصينية ان شاء الله في الفرن. نوزع كويس جدا السائل على الصينية، ونحرك الصينية من يمين وشمال، لأن احنا ما حطيناش أي مادة دهنية بين الطبقات. فالسائل ده هو اللي هيخلي معايا الطبقات كلها طرية مع بعض. اذكروا الله ووحدوا الله وصلوا على النبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عشان البركة تزيد في الأكل. رشة زيت بسيطة على وش الصينية، لأن احنا ما حطيناش أي مادة دهنية، فالرشة البسيطة دي هتخلي الوش معانا يتحمر ويبقى تمام. سكينة بقى، ولازم تتقطع قبل ما تدخل الفرن، لأن لما هتخرج من الفرن مش هتعرفي تقطعيها كويس. فاحنا لما تخرج من الفرن هنمشي بس على الحظوظ اللي احنا عملناها، وهتتقطع معاكي بمنتهى السهولة. طبعا في ملحوظة، الصينية لما تخرج من الفرن لو عايزاها مقرمشة ما تغطيهاش، وهي هتفضل معاكي مقرمشة. بس لو عايزاها طرية غطيها على طول أول ما تطلع من الفرن، مسافة بس دقايق لما تهدى وتبقى وسط كده هتديها طرية وحلوة، وتقدري تقطعيها بقى. وبألف هنا وشفا على قلبكم.
دايما احنا بنلجأ في أيام الشتاء والسقعة لحاجات سهلة بسيطة، تشبع، تكون سهلة على ست البيت. ويا ريت تشتركوا في القناة وتعملوا لي تعليق كويس زيكم، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. ده شكلها بعد ما طلع من الفرن، جميلة وسهلة سريعة لذيذة. وربنا يا رب يوفقكم كلكم، وبألف هنا وشفا عليكم. ويا ريت تدعموني وتدعموا القناة، وألف شكر ليكم. واذكروا الله، وحدوا الله، صلوا على النبي. وألف شكر ليكم على متابعة الفيديو، ومع ألف سلامة. باي باي.